اسمعوني كويس، أنا بيرني، واحد من السجناء اللي اتحبست ظلمة في أخطر سجن في التاريخ، الكاتراز. واللي حصل جوه مش مجرد حبس، ده كان جحيم بمعنى الكلمة. دخلونا السجن ده واحنا فاكرين إننا هنقضي عقوبتنا ونخرج، بس الحقيقة السجن ده ليه قوانينه، ناسي وتعذيب ما يتوصفش. كل يوم بنصارع علشان نعيش، وكل لحظة بنفكر إزاي نهرب. بس لما تكون محبوس جوه جدران مبنية على القسوة والجنون، الهروب مش سهل، ده تحدي بينك وبين الموت نفسه. فيلم الكاتراز 2018 بيحكي عن محاولة هروب مجنونة من واحد من أفظع السجون في التاريخ، ومليان توتر، خيانة، وأمل في الحرية حتى لو الثمن كبير. والأجمد، الفيلم بيتعرض دلوقتي على قنوات تي في، يعني تقدروا تشوفوا المعاناة، الخوف والخطط المجنونة اللي حاولنا بيها ننجو. لو بتحبوا أفلام السجون، الإثارة والهروب المستحيل، الفيلم ده هيشدك من أول دقيقة. لو عجبك اعمل لايك، شير، وقول رأيك في الكومنتات علشان بيكو بنكبر.